الزمالك في اخر 12 ماتش ليه في بطولة الدوري كسب 10 وخسر ماتش وتعادل ماتش، والخسارة والتعادل جايين قدام فرقة انبي. فده اكتر شيء مزعلني. فخلاص احنا كلنا متضايقين وزعلانين عشان خاطر الزمالك حصل معاه دروب في ماتش او ماتشين والاتنين جم قدام انبي، فده تمام نركنه على جنب. هل معنى ده ان انا اكون محبط وافقد الامل وارمي الفوطة واطلع اقول اصل الاهلي لو كان كسب بيراميدز فانا كان زماني خسرت الدوري؟ ليه الكلام ده؟ اركن ماتش الاهلي وبيراميدز على جنب، وان بيراميدز اكل الاهلي 3، اركن ده. تعالى نتخيل ان الاهلي كمان كان كسب، فرق ما بينك وما بينه 3 بونت. طب ما انت هتقابل الاهلي، ما تكسب الاهلي يا عم. هو انا مش عايز اكون بطل الدوري؟ اكسب الاهلي واخد الدوري، ايه المشكله؟ اكسب الاهلي واكسب سموحه واكسب سيراميكا. ليه الاحباط؟ ليه انا بقى ما عنديش التفاؤل ان الزمالك يبقى بطل الدوري؟ ليه انا عشان وقعت في ماتش الاقي الناس كلها بتهاجم في اللعيبه وكابتن معتمد جمال؟ ليه كل الدعم ليهم يا عم؟ يا عم انا فريق عملت كل شيء مستحيل كان يتعمل فانا عملته. جاي على اخر 3 ماتشات الاقي بعض من جمهور الزمالك فاقد الامل وعنده احباط، وان الزمالك خلاص الدوري بيروح لو كان الاهلي كسب بيراميدز والكلام ده. ليه؟ ليه انت كلامك ده بيوصل للعيبه، بيوصل للجهاز الفني؟ فالمفروض كل الدعم للناس دي. ايه المشكله لما تعادل يا عم؟ ايه المشكله؟ هو انت عاوز تكسب كل الماتشات؟ الاهلي وبيراميدز السكوادهم احسن منك واللي عندهم استقرار اكتر منك بيخسروا وبيتعادلوا وبيقعوا اكتر منك، فطبيعي لازم يحصل دروب. فالحمد لله ان الدروب ده حصل في ماتش انبي. فانا اتمنى ان من لعيبه الزمالك انها تنزل الماتش الجاي حياه وموت بقى وتكسب الاهلي. يعني ده بالنسبه لي بقى ماتش الدوري. خلاص انت كسبت الاهلي الماتش الجاي، انت خدت الدوري. خدت الدوري عشان بيراميدز كده كده هيقع. ليه بقى انا بقى محبط؟ لا يا باشا، انا هلاعب الاهلي الماتش الجاي، ادعم لعيبتي وادعم فرقتي وادعم كابتن معتمد جمال وكل الناس تبقى في ظهر الفريق، وان شاء الله نكسب الاهلي. لكن فكرة الاحباط لا لا، ما ينفعش، ما ينفع. اصل احنا ما ينفعش نبقى محبطين، ولا ينفع مننا فرد واحد بيشجع الزمالك يبقى عنده احباط. يا باشا انا كنت ضايع. امال انا ليه بقول اصل الموسم ده موسم استثنائي؟ ليه استثنائي؟ عشان المفروض ان انا ما اعملش حاجة، المفروض ما انافسش، المفروض ما اكسبش، المفروض ما اعملش اي شيء في اي شيء. مع ذلك انا متصدر جدول الدوري، انا في نهاية الكونفدرالية. فنكمل يا رجالة وندعم الفريق اكتر واكتر، وندعم اللعيبة بالزيادة قبل ماتش الاهلي، وان شاء الله ماتش الاهلي يبقى بتاعنا، وباذن الله بطولة الدوري تبقى من نصيب نادي الزمالك. انا ما احبش ان اشوف حد من جمهور الزمالك عنده احباط او ترمي الفوطة. 3 ماتشات يا ناس وناخد بطولة الدوري، محتاجين منهم ماتشين. مش هندعم؟ انشف كده واجمد، مالك في انت بتشجع الزمالك؟ ما ترميش الفوطة. مش جمهور الزمالك اللي يرمي الفوطة ولا انه يكون محبط. يا باشا انا مت موتات احسن من كده بكتير، احنا كنا ضايعين.